بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي أصدقائي، طبعا أكثر المنشورات اللي طلعان على اليوتيوب وعلى اللي نرسلها بالواتس بالفيسبوك، في الفيسبوك اللي يطلعين. كما احنا بالنسبة لنا والله ما نعلم أي شيء، بس اللهم نشتي الصلاح، نشتي الصلاح اليوم على الناس جمعة والتآخذ بالرسائل اللي نرسلها، مثلا حق علي عبد الله صالح أو حق الزنداني، أو مثلا حق مشهور العدني العالم، أو مثلا الصوفية، أو مثلا السلفية، أو مثلا جميع الأطراف. هذا كلها أنا متقبل جميع الفئات، جميع الفئات متقبل. مشان ايش؟ من أجل أن تكون حريص، وأي قائد ضابط بالجيش، سواء يكون هناك في صنعاء أو مثلا هنا في مارب أو مثلا هناك في حضرموت أو شيء، التزم بما يأمر الله تعالى، ثم قائدك الذي يديرك، لا أحد سواه. واثبت بنية صادقة لله تعالى، لأن المناشر حقنا كلها الذي نطلعهن على أساس لم الشمل، نلم الشمل، تبتعد الحروبات، تبتعد اللذا، فاليمن هي تحكم العالم. انت احسب نفسك محسوب من العالم، يكون من ما كان، انت احسب نفسك رجل من العالم تحكم، وخلص السياسة حق البلاد، بس اثبت ما انت به اينما كنت. وان شاء الله نطلع مقطع فيديو خاص، بس يحتاج له تخزينه، وكلهم يقولوا باليوتيوب اللي طلعان وانا مخزن يزعلوا، بس انا اليوم جمعة بطلع وانا مخزن، على اساس اليمنيين يوم يخزنوا يتفاعلوا بالخير وليس بالشر. وهذا هو اللي ادينا الرجاله ولا والاخوه ولا ذا القات يلمنا الى مجلس واحد، والكلام على الخير وليس على الشر. طلع مقطع فيديو بالحرب هذا كامل، ومتوكل على الله. اليوم ان شاء الله بنشر هذا الاول والثاني، ليلة الجمعة إن شاء الله بخزن يوم العصر وبطلعه وبأعلن كل واحد. أما إننا ضرب ولا أننا أسبب أي واحد أو أننا حرب نفسية أو شيء، اثبت ما انتبه، ولا تبالي بأحد إلا لله تعالى، ثم من يديرك بعملك بما انتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.